مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. الموسيقى لغة تواصل ومحبة بين الشعوب. نحن الليلة مجتمعين من لبنان ومن كتالونيا لنأدي حفلة موسيقية مشتركة بدعوة من الجمعية الكتالونية اللبنانية وبالتعاون مع جمعية النجدة الشعبية اللبنانية هدفها دعم نشاطات الجمعية. منشير أنه هاللقاء الموسيقي الجامع بين لبنان وكتالونيا مش الأول، فبسنة 2018 كان في حفلة موسيقية مشتركة كتير حلوة جمعت فريق بيت الموسيقى وفرقة إيروندا السونونو بكتالونيا. معنا من لبنان فرقة بيت الموسيقى بقيادة الدكتور هياف ياسين، واللي بدوره رح يقوم بالعزف على آلة السنتور. الأستاذ رهيف الحج غناء، الأستاذ كريستو العلماوي على العود، الأستاذ ناجي العريضي على الرق، والأستاذ يوسف سيوف على الناي. ومن كتالونيا معنا فرقة السونونو إيروندا بقيادة جوزيف نوغيرا، واللي كمان رح يعزف على آلة الجيتار. ميرسيري دروتا غناء وعزف على آلة الفلوت. سام بابلر على الباس، جوال ليرو على الباتري. بالنسبة للبرنامج اللي رح تسمعوه من لبنان فهو موزع على مقطوعات، 3 منهم من ألبوم دمعة بياتي الجديد اللي حصل على جائزة عالمية بالموسيقى، وهو من منشورات بيت الموسيقى بالنجدة الشعبية اللبنانية. وهلأ صار وقت نبلش حفلتنا ونستمتع بالموسيقى الرائعة المليانة فرح. نتمنى لكم سهرة حلوة، وبنبدأ من لبنان مع فرقة بيت الموسيقى مع مقطوعة بعنوان بشرف أقصاك حسيني، ألحان دكتور هياف ياسين.
الموسيقى. وهلأ نبقى مع كلمة للدكتور علي الموسوي رئيس جمعية النجدة الشعبية اللبنانية. التضامن بين الشعوب هو من أسمى القيم اللي بتعبر عن إنسانية الإنسان، وهالتضامن عادة بيحصل بزمن الأزمات والمصاعب، مثل ما بنقال صديق وقت الضيق. فكيف إذا كان هالتضامن هذا بيحصل لإنتاج فرح، لحظات فرح، بدنا نجدد ونأكد على التعاون بين أساتذة بيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية بقيادة الصديق الدكتور هياف ياسين، وبين فرقة سنون الكتالونية بقيادة المايسترو جوزيف نيغيرا على هالتعاون بالموسيقى لإنتاج لحظات فرح للناس، لنقدر نعمم الفرح بزمن أزمة الكورونا والأزمة الاقتصادية. على هاللحظات هيدي بتسعد الناس. بهالمناسبة هيدي بدنا نشكر الجمعية اللبنانية الكتالونية وبلدية برشلونة على التعاون لإنتاج لحظات الفرح اللي نتمنى تستمتعوا فيها. نتمنى من خلالها تكون تلقى الصدى والدعم منكم لبيت الموسيقى في النجدة الشعبية اللبنانية. شكرا دكتور علي الموسوي. وهلأ مننتقل على كتالونيا مع أغنية بعنوان سون سونيتا. I ara mateix seguiran amb una cançó de bressol molt antiga, de les que canten les mares per fer dormir els seus fills. Es diu Son Soneta. Son soneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, el menut s'adormirà. Son soneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, el menut s'adormirà. Son soneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, el menut s'adormirà. Son soneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, el menut s'adormirà. Son soneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, el menut s'adormirà. Son soneta, vine aquí. شكرا للفريق الكتالوني. وهلأ بنبقى مع كلمة للأستاذ غسان صليبة رئيس الجمعية الكتالونية اللبنانية.
Bona tarda. En primer lloc volia agrair a totes i tots que han fet possible aquest acte solidari amb el Socors Popular Libanès, als tècnics del Socors Popular Libanès i a les companyes i companys de l'Associació Catalana per la Pau i l'Associació Catalunya Líban. Especialment agrair als grups musicals tradicionals àrabs i català, al Grupo Irundo, al seu director Josep Noguera i als músics Mercè Redorta, Francesc Riera, Sam Balbé i Joel Lliró. Un agraïment també a Beit el Música del Socors Popular Libanès de Halba Akkar, al seu director Hayaf Yassin i al grup Raif el-Hajj, Cristo Al-Amawi, Youssef Sarrouf, Naji Al-Aridi. Dos grups s'han unit per a la cultura, per a la música, però sobretot per a la solidaritat amb el poble libanès, concretament amb el Socors Popular Libanès, en la seva tasca d'ajuda d'emergència a les persones necessitades a causa de la situació econòmica i social del Líban, de Covid-19 i de l'explosió de Beirut el 4 d'agost 2020. És una solidaritat de gran valor en un moment complicat i difícil que atraviesa la població del Líban. No és la primera vegada que els dos grups musicals actuen conjuntament. Al 2018 han fet una barreja cultural musical en un concert organitzat per la nostra associació Catalunya Líban. A Barcelona aquesta actuació, acte musical solidari, es complementa amb altres activitats culturals, artístics i de coneixement mutu que es fan aquests dies a la ciutat de Barcelona. Exposició de fotografies del fotògraf Mohammed Shamseddin, tallers d'il·lustració de Nadine Gale, exposició del llibre àrab a Barcelona, curs d'aproximació al món àrab amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Biblioteca Sant Pau Santa Creu de Barcelona, l'Associació Catalana per la Pau, la Fundació Pau i Solidaritat de Comissions Obreres. Avui presentem una experiència nova. Volem demostrar, entre altres, de no rendir-nos davant la pandèmia Covid-19, que la vida i la creativitat és més forta que un virus. El nostre desig que es torna a la normalitat i que aquesta experiència sigui presencial. Com vaig dir abans, aquesta situació no només és expressió cultural, artístic, musical. És també demostrar la unitat dels pobles del Mediterrani, la unitat dels pobles libanès i català, a través de la cultura i de la música, la unitat solidària entre pobles. El Líban avui necessita la vostra ajuda, la vostra solidaritat. Més del 50% de la població en el Líban està sota la llindar de la pobresa. L'atur ha superat el 40%, la població ha perdut més del 300% del seu poder adquisitiu, la moneda libanesa devaluada en més de 400%. A això se suma el Covid-19, prop de 40.000 afectats en un país petit com el Líban, i l'explosió que ha deixat 250 morts, 7.000 ferits i ferides i 300.000 famílies sense cases i sostres. L'Associació Catalunya Líban té llarga experiència, prop de 40 anys de solidaritat, en ajudes d'emergència, de projectes de cooperació i campanyes a través del Socors Popular Libanès i altres organitzacions locals. Totes són conegudes, històriques, laiques i presents en tot el territori del Líban. Totes conegudes per les seves actuacions sense cap discriminació per origen, gènere i creença. Una vegada més, des de l'Associació Catalunya Líban, fem una crida de solidaritat i en favor de l'amistat entre els pobles català i libanès i entre tots els pobles del món.
Que disfruteu de la buena música catalana, libanesa y mediterránea. شكراً للأستاذ غسان صليبة. مرة تانية عودة على لبنان مع قصيدة بعنوان راحلون، شعر الأستاذ أحمد عبد الفتاح ومن ألحان الدكتور هياف ياسين. فالمنايا لا تلي وتراب صائر، فالمنايا لا تلي وتراب صائر. فالمنايا لا تلي وترابا صائر، وسرابا بعد حين فسواء إن عشقنا أو لعبنا، إن عفونا أو حقدنا. فلنمت بالحب ولا نعيش بعضا لبعض كارهين، ولا نعيش بعضا لبعض كارهين، ولا
شكرا للفريق اللبناني، ومننتقل إلى كتالونيا مع مقطوعة بعنوان La Dama d'Arago. Francesc Riera, Xerina i Josep Noguera són dos músics d'arrel tradicional que porten tocant junts des de sempre i que han caracteritzat la seva obra pel seu interès en establir camins de diàleg entre cultures. Per això han creat el projecte Encontres, amb el que ja han fet col·laboracions amb músics de diferents gèneres, rock, jazz, flamenc i diversos orígens, marroquins, brasilers, senegalesos, sirians, de Sibèria i del Tibet. En aquesta línia van tenir la sort de conèixer el doctor Ayaf, amb qui el novembre de 2018 van compartir un concert excel·lent juntament amb els estudiants de la Casa de la Música d'Àcar i els alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Artés, a Catalunya. Estan molt contents de retrobar els seus amics libanesos i compartir amb ells aquesta nova experiència. Els donem les gràcies per la seva amable invitació. Avui tocaran amb Irundo, amb Mercè Redorta, cantant i flautista, Sam Babler al baix elèctric i Joel Lliró a la bateria. En aquesta ocasió han triat 3 temes tradicionals catalans i coneguts arreu. Començaran amb una cançó que es diu La Dama d'Aragó. És una cançó tradicional catalana que interpretaran amb una versió molt especial i molt personal. شكراً للفريق الكتالوني. عودة جديدة إلى لبنان مع فرقة بيت الموسيقى
ومع موشح بعنوان كيف السبيل، ألحان دكتور هياف ياسين. كيف السبيل إلى طيف يزاوره كيف السبيل إلى طيف يزاوره والنوم في جملة الأحباب هاجر الحب آمره والصوم زاجر الحب آمره والصوم زاجر والصبر أول ما تنفي أواخر أنا الذي إن صبا أو شفه غزل أنا الذي إن صبا أو شفه غزل أنا الذي إن صبا أنا الذي إن صبا أو شفه غزل أنا الذي إن صبا أو شفه غزل أنا الذي إن صبا أو شفه غزل أنا الذي إن صبا أنا الذي إن صبا أنا الذي إن صبا أو شفه غزل أنا الذي إن صبا أو شفه غزل غزل عيني غزل 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 يا روحي غزل غزل يا عيني غزل غزل يا روحي غزل 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 عيني غزل 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 روحي غزل 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 عيني غزل 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 روحي غزل 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 يا روحي يا روحي يا عيني شكراً للفريق اللبناني وإلى كتالونيا مع El Chant dels Ocells لباو كازالس. Acabaran amb el cant dels ocells, una cançó tradicional catalana que va popularitzar el gran mestre Pau Casals i que s'ha convertit a tot el món en un himne per la pau.
شكراً للفريق الكتالوني. وهلأ نختم مع تحميلة العينتورة، كمان ألحان دكتور هياف ياسين.
منتمنى تكونوا استمتعتوا بحفلتنا الموسيقية، ومنشوفكن بمناسبات موسيقية تاني، وإلى اللقاء.